بيبدأ الجزء التاني من فيلم فينوم في الماضي مع مضطرب نفسي اسمه كليتوس وحبيبته شريك وهم في سجن مصحة نفسية، وبتكون شريك خايفة لأن طاقتها بدأت تتطور وتكون خطر على كل اللي حواليها، وبعدها بتنقلها الشرطة من المصحة لسجن فيه ناس عندهم قوة خارقة. وفي الطريق بتكون شريك مع الضابط جرام وهي بتهدده وبتقول له يقول كلماته الأخيرة، وفجأة تصرخ شريك فبتطلع موجات صوتية بترددات عالية جدا، فبيطلع جرام المسدس بتاعه علشان يحمي نفسه وبيضرب عليها رصاصة ولكنها مش بتقتلها. وبعدها بتفوق شريك في مستشفى السجن اللي هتتحبس فيه مدى حياتها بعد ما فقدت واحدة من عينيها. وبعد سنين في الوقت الحالي بتكون شريك في سجنها وعندها عين صناعية، وبيدخل لها واحد من الأمن ومع الأكل بتاعها وهو عامل احتياطاته، بيكون سادد ودانه بسماعة علشان شريك ما تقدرش تأذيه بقوتها. وبتشوف في الجورنال صورة حبيبها كليتوس واللي بيكون احتمال يتعدم بسبب اتهامه بجرائم قتل كتير. بيبقى اللي كاتب المقال ايدي واللي جواه طفيلي فضائي وبيديله قوة خارقة واسمه فينوم، واللي لخصنا قصته في الجزء الأول وهتلاقي اللينك بتاعه موجود في الوصف. وفي يوم بيستدعي الضابط جرام ايدي لأنه هو الصحفي الوحيد اللي كليتوس عايز يتكلم معاه، وبيبقى جرام عنده أمل إن ايدي يعرف الأماكن اللي كليتوس مخبي فيها جثث ضحاياه. وبيتعصب فينوم بسبب طريقة كلام الضابط لإيدي، بيبقى عايز ياكله ولكن ايدي بيمنعه وبيدخل معاه الحمام علشان الناس ما تشوفش فينوم. وبيروح ايدي للسجن اللي فيه كليتوس وبيطلب منه كليتوس انه يوصل رسالة لمعجبينه مقابل انه يعرفه قصة حياته. وبيتكلم كليتوس وبيحكي قصته، ولما بيخلص ايد المقابلة بيلاحظ رسومات على الحيطة في زنزانة كليتوس وبعدها بيمشي وبيروح يركب الموتوسيكل بتاعه. بيقول جرام انه محتاج يعرف معلومات عن كليتوس في اسرع وقت. ولما بيروح ايد لبيته بيسيطر فينوم على جسمه وبيرسم الرسومات اللي شافها في الزنزانة على ورق، وبعدها بيلاقي على الانترنت صورة موقع مطابق مع رسم من الرسومات، فبيعرف ايدي مكان جثث ضحايا كليتوس. وبعدها بتتكلم عنه الصحف في التلفزيون. تعرف شريك إن حبيبها كليتوس هيتعدم بعد ما تم إثبات جرايمه باكتشاف إيدي للجثث. وبالليل لما بيكون إيدي في بيته بيتفرج على الخبر بتاعه على التلفزيون وبيتبسط بينه وبيكون عايز يبقى بطل خارق ويهزم الأشرار بقوته، وكمان لأنه نفسه ياكل رؤوس بشرية علشان هو زي من الفراخ والحلويات اللي إيدي بيأكلها له دايما. وبيقول لإيدي إنه عايز يروح على البحر ولكن بيرفض إيدي علشان خايف من الشرطة اللي بتسأل كل شوية عن علاقة إيدي بالحوادث واللي بيخرج دايما سليم منها، ولو عرفوا إن جواه كائن فضائي هيسجنوه أو يقتلوه. وعلشان بيبقى فينوم جعان بينزل إيدي للسوبر ماركت عند تشين واللي بتكون عارفة عن فينوم، ولكن تشين بتعتذر لإيدي وفينوم إنها لسه ما استلمتش آخر طلبية من الحلويات. فبيتعصب فينوم وبيفضل يجري على أسطح المباني لغاية ما بيشوف حرامي بيسرق واحدة ست في الشارع، فبيفرح فينوم لأنه أخيرا لقى حد من الأشرار وهياكله، ولكن إيدي بيمنعه. فبيتعصب فينوم وبيرمي الحرامي في صندوق الزبالة وبيرجع يجري على سطح المباني. وبتتصل عليه آن حبيبته السابقة بتطلب منه إنها تقابله بكرة علشان تقول له خبر مهم بالنسبة لها. وتاني يوم بيقابلها إيدي في بار وبيبان عليه إنه لسه بيحبها، بيبقى بيتمنى إنهم يرجعوا لبعض تاني. فبتوري آن إيدي خاتم خطوبتها على دان وبيمثل إيدي إنه مش متضايق، وبتلاحظ آن إن فينوم لسه عايش جواه وبتعرفه إنها اختارت دان لأنها بتحس معاه بالأمان عكسه هو تماما. فبيتضايق إيدي أكتر ويبارك لها على خطوبتها وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيساعد فينوم إيدي وبيحضر الفطار وهو بيسمع موسيقى، كمان بيجيب له البريد وبيلاقي إيدي رسالة من كليتوس واللي بيكون كاتب قصة حياته الغريبة لأنه بيقول له إنه لما كان طفل قتل جدته القعيدة لما وقع من على السلم، كمان قتل أمه وهي بتستحمى عن طريق إنه رمى في البانيو مجفف الشعر فاتكهربت وماتت، فاضطر أبوه إنه يوديه دار رعاية للأطفال. وكان بيتعرض كليتوس للتنمر من الأطفال الموجودين معاه. كانت حبيبته شريك هي الوحيدة اللي بتدافع عنه بقوتها الخارقة. وبعدها بيروح إيدي للسجن عند كليتوس، ولما بيشوف فينوم من المساجين بيكون عايز ياكلهم ولكن إيدي بيمنعه. وبيعمل إيدي لقاء مع كليتوس وبيكون اللقاء مسجل، وفي اللقاء بيقول كليتوس كلام مش مفهوم وبيخلص كلامه بإن كل اللي عايزه إنه يكون أسرة ويكون صديق لإيدي. ولكن إيدي بيستغرب من كلامه لأن كليتوس قتل جدته وأمه فإزاي عايز يكون أسرة. ولما بيسأله إيدي عن آخر حاجة عايز يقولها قبل ما يموت بيقول له إنه بيتمنى له يكون وحيد طول حياته وقلبه يكون مكسور. وبيقول كمان إن إيدي كان سبب موت أمه واللي ماتت وهي بتولده. فبيتعصب بينهم وبيقرب من زنزانة كليتوس، فبيستغل كليتوس الفرصة وبيعضه من إيده، فبيتدخل الأمن وبيبعدهم عن بعض. ولكن بيستغرب كليتوس من طعم دم إيدي وده لأنه ده دماء كتير ولكن دم إيدي مختلف جدا، فبيقول بصوت عالي لإيدي إنه وراه سر خطير. وبعد ما بيخرج إيدي بيمسح كليتوس الدم من على بقه وبيكتشف إنه على هيئة كائن حي فبياكله. وبيرجع إيدي لبيته وهو متضايق من تصرف فينوم المندفع، وبيتضايق فينوم وبيفضل يقول له إنه كان فاشل قبل ما يدخل جسمه، وبيتخانقوا الاتنين مع بعض وبيكسروا كل حاجة حواليه. بعدها بيخرج فينوم وهو متعصب من جسم إيدي وبيقرر يسيبه. بيدخل في جسم شخص ماشي في الشارع وبيدمر موتوسيكل إيدي وبيمشي من المكان. وفي وقت إعدام كليتو بيقول كلمته الأخيرة قدام الحاضرين وهي إنهم يستمتعوا بالعرض.
ولما بيبدأوا تنفيذ حكم الإعدام فجأة بيتحول كليتوس لوحش من فصيلة فينوم واسمه كارنيج، وبياكل كل الموجودين في المكان، وبعدها بيخرج للسجن من بره وبيقتل أي حد يقابله من الضباط، وبيفضل كل المساجين يهتفوا باسمه لغاية ما بيخرج بره السجن خالص وهو بيغني. تاني يوم بنشوف إيدي وهو بيرتب بيته بعد خناقته مع فينوم، وبالليل بيكون فينوم مخنوق ومتضايق لأنه جوه جسم إنسان غريب عنه غير إيدي، ولما بيتفرج إيدي على التلفزيون بيعرف اللي حصل وإن كليتوس هرب. بيكون خايف جدا لأن كليتوس ممكن يجي يقتله في أي لحظة، بما إن فينوم مش موجود جواه فهيكون من السهل جدا إنه يموت. وقتها الباب بيخبط فبيتخض ايدي وبيكون فاكر انه كليتوس، ولكن بيكون الضابط جيران، واللي بيكون مستغرب ان ايدي دايما بيكون ليه علاقة بكل الحوادث اللي بتحصل زي حادثة هروب كليتوس من السجن. فبيكذب ايدي وبيقول له انه ملوش علاقة خالص باللي حصل، وقبل ما يمشي جرام بيحذره وبيقول له انه يحاول يستخبى لان كليتوس بيدور عليه وعايز يقتله. فبيدور في الرسومات اللي رسمها فينوم يمكن يلاقي اي حاجة توصله لمكان كليتوس، فبيلاقي رسمة لشجرة موجودة قدام دار رعاية للأطفال، وفي الناحية التانية بيكون فينوم موجود في حفلة تنكرية وبيكون متضايق لأن دايما الشخص اللي بيستحوذ على جسمه بيموت بعد فترة مش كبيرة، فبيستحوذ على جسم شخص تاني وبيفتكروا الناس لابس لبس متنكر زيهم وبيعجبهم شكله، فبيحس فينوم إن الناس مهتمة بيه وبيكون مبسوط. نروح بقى لكليتوس واللي بيكون خارج من مكان وفيه جثة وراه بعد ما كارنيج أكل راسها وبيسرق عربية من المكان، وهو في الطريق بيتفق مع كارنيج انه يلاقي الشريك مقابل ان كارنيج يلاقي فينوم. وفي الحفلة عند فينوم بيلاقي ان المغنية بتغني اغنية اسمها فينوم، وطبعا بيكون قصدها المعنى للكلمة وهو السم القاتل، ولكن بيندمج فينوم وبيطلع على المنصة وبيحكي عن نفسه وبيقول ان ايدي كان مخبيه وبيستعر منه، وبيقول ان الناس لازم تبطل عنصرية ويعملوا اللي هم حابينه. فبيتأثر الناس بكلامه وبيقولوا له انهم بيحبوا، لكن فينوم بيكون متضايق علشان بيتمنى ان ايدي يكون موجود ويشوف قد ايه الناس بتحبه. نرجع لايدي واللي بيكون وصل عند الشجرة اللي موجودة قدام دار رعاية الأطفال وبيشوف رسمة قلب موجود جواها حرفين، فبيتصل على جرام علشان يسأله على معنى الحروف، فبيقول له جرام إنهم بيرمزوا لكليتوس وشريك. فبيستنتج إيدي إن كليتوس هيدور على حبيبته شريك، ولكن بيعرفوا جرام إن شريك ماتت لأنه طبعا كان فاكر إنها ماتت لما ضرب عليها نار. وبنشوف كليتوس وهو بيوصل لبنزينة وبيستخدم كارنيج اللابتوب وبيقدر يعرف المكان السري اللي موجود فيه شريك. وفي المكان السري بنشوف شريك ومعاها دكتورة واللي بتقول للشريك إن حبيبها مش هيقدر يلاقيها. وفجأة بيظهر كليتوس وبيقتل الدكتورة. تفرح شريك جدا بعد ما كانوا بعيد عن بعض سنين طويلة جدا وبيهربوا مع بعض من السجن، ولما بتطاردهم الشرطة بتستخدم شريك قوتها الخارقة، ولكن صوتها العالي بيأثر على كارنيج اللي مستحوذ على كليتوس، وده لأن الصوت العالي بيضعف الكائنات الفضائية. وبعدها بنشوف فينوم وهو تعبان جدا واللي بيوصل للسوبر ماركت عند تشين وبيقول لها إنه جعان، وبيوصل جرام المكان السري اللي كانت محبوسة فيه الشريك، وبيعرف إنها كانت عايشة طول الفترة اللي فاتت وإنها هربت مع كليتوس بعد ما قتلوا كل العاملين في السجن. وبعدها بيحبس إيدي علشان يستجوبوا لأنه متأكد إنه له علاقة باللي بيحصل. ولما بيقول جرام إن الناس شافت وحش موجود في مواقع الحوادث، وقتها بيفتكر إيدي كليتوس تم عضه وقت ما كان بيعمل معاه لقاء، وبيتأكد إن كليتوس اكتسب قوة خارقة بعد ما داق دم إيدي. فبيقول للظابط جرام إنه مش هيقول أي حاجة قبل ما يعمل مكالمة تليفونية الأول، وبيتصل على آن لأنها الوحيدة اللي بيثق فيها. فبتروح له آن مع خطيبها دان وبتطلب من الظابط إنها تتكلم مع إيدي لوحدها، وبيقول لها إيدي على اللي حصل وإن فينوم انفصل عنه. لما بيحاول جرام إنه يتجسس عليهم بتجيله مكالمة طوارئ بسبب إطلاق نار واللي بيحصل في دار رعاية الأطفال، وبيطلب إيدي من آن إنها تلاقي فينوم بأي طريقة. فبتروح آن لتشين وبتسأل عن مكان فينوم، بتكون الأخبار شغالة واللي بتتكلم عن كليتوس وشريك. فبتقول آن إن كليتوس جواه كائن فضائي. وقتها بتشتم تشين دان من غير أي سبب وبتقول إن إيدي قال لفينوم إن حياته كانت أفضل من غير فينوم. فبتعرف إن فينوم موجود في جسم تشين وبيتحكم فيها، فبتتكلم معاه وهو بيشتكي لها من معاملة إيدي ليه. وقتها بتقدر إنها تقنع فينوم إنه ينقذ حياة إيدي. وفي الناحية التانية بنشوف كليتوس واللي كان حرق دار رعاية الأطفال بالكامل، وبيتفق مع شريك وكارنيج إن كليتوس هيقبض على إيدي والشريك تقبض على جرام وكارنيج يقتل فينوم، وبكده يخلصوا على كل الخطر اللي بيهدده. وبتوصل آن مرة تانية الاسم عند إيدي واللي بيكون جواها فينوم وبيقدروا يهربوا مع بعض.
ولما بيبقوا لوحدهم ما بيكونش فينوم عايز يتكلم مع ايدي، فبتقنعه ان انه يعتذر وبيتصالحوا على بعض. وقتها بيخرج فينوم من جسم ان وبيرجع لجسم ايدي، وقبل ما بتمشي ان بيطلب ايدي من دان انه يخلوا باله منها. ولما بيسلموا على بعض بيضرب فينوم دان بالقلم على وشه لانه متضايق علشان سرق ان من ايدي. في الطريق اثناء ما جران كان رايح يقبض على ايدي بيقابله كليتوس اللي بيتحول لكارنيج علشان يخطفه ويسلمه لشريك. وتروح شريك لبيت ايدي وبتلاقي خاتم جواز كان بصورة ان، فبتروح لان وبتخدر دان وبتحبسه. بتضرب ان وبتخطفها علشان مش هتقول اي حاجه عن ايدي. وبتسيب رساله مع دان لايدي وهي ان كليتوس هيبادل ان بايدي. فبيتصل دان بايدي وبيحكي له كل اللي حصل. فبيعرف ايدي ان مع كليتوس في مكان الفرح، وبيكون كليتوس عامل فرحه في كنيسه مهجوره علشان يتجوز شريك، وبيكون معاهم كاهن علشان ينفذوا مراسم الجواز. وبيقدم لها كليتوس هديه الجواز واللي هي الضابط جيران. واثناء ما الكاهن بيتم مراسم الجواز بيظهر فينوم وهو متعصب وبيدور على ان، فبيتحول كليتوس لكارنيج واللي بيلقب فينوم انه ابوه. ولما بتصرخ شريك في فينوم بيضربها كارنيج علشان تسكت لان صرختها بتاثر عليه هو كمان. وبيتحارب فينوم وكارنيج في معركه كبيره جدا. ولما بتحاول شريك انها تنتقم من جيران وتقتله بقوتها فبيتعصب عليها كارنيج وبيقول لها ما تصرخش لان صرختها بتضعفه جدا. وبياكل كارنيج راس الكاهن، فبيستغل جرام الفرصه وبيحاول يهرب. لكن شريك بتشوفه وبتطعنه في كتفه وكمان بتفقع له واحدة من عينيه زي ما عمل فيها. وبنشوف دان واللي وصل ودخل الكنيسة وبيرمي بنزين على كارنيج ويولع فيه. وبتيجي الساعة 12 وبيرن جرس الكنيسة الضخم. بسبب الصوت العالي اللي الجرس بيعمله بيخرج فينوم من جسم ايدي وكارنيج من جسم كليتوس. فبيضرب كليتوس ايدي وهو بيحكي له عن ماضيه وان امه وابوه وجدته كانوا بيعذبوه نفسيا وجسديا وان محدش انقذوه لما كان طفل. وفي نفس الوقت كانت شريك بتلف سلسلة حديد حوالين رقبة جرام وبتحاول تقتله. وبيقول كليتوس لإيد إنه مش مجنون بس هو بيسعى للانتقام. وبيتحول لكارنيج واللي رجع جوه جسمه مرة تانية علشان يقتل آن. وبيوقع جدران المكان على إيدي وفينوم وبيمسك شريك علشان يقتلها لأنها بتأثر عليه بصوت صراخها العالي. فبيحاول كليتوس يمنعه، فبيقول إيدي الفينوم إن كارنيج وكليتوس عكسهم ومش متفاهمين مع بعض. فبيتشجع فينوم وبيقوم من تحت الأنقاض وبيخرج لكارنيج وبيطعنه في ظهره وبيحرر آن وبيسلمها لدان. بيرمي شريك من على برج الكنيسة علشان تصرخ، ولما بتعمل كده بينفصل الأربعة عن بعض. فبيقع كليتوس على الأرض وعظم جسمه كله بيتكسر. ولكن فينوم بيلحق ايدي وبينقذه قبل ما يسقط على الارض وبيدخل جوه جسمه. وبيحاول كارنيج انه يوصل لجسم كليتوس تاني علشان ينقذ حياته، بس فينوم بيمسك كارنيج وبياكله. وبيقول كليتوس على نفسه انه قاتل سواء كان جواه وحش او لا، وان الحاجه الوحيده اللي كان عايزها انه يكون صديق لايدي. فبيعتذر له ايدي ولكن فينوم بياكل راسه وبيشتمه. ساعتها بتوصل طيارات الشرطه وبيطلب ايدي من دان وان انهم يمشوا وهو هيهرب لانه مطلوب من الشرطه. وفي نفس الوقت بنشوف جرام واللي مرمى على الأرض ولكن عينه بيخرج منها نور غريب. وفي الجزء الجاي أكيد هنعرف إيه اللي حصل. وبعدها بيقول فينوم لإيدي إنه لازم ينفصل عنه علشان الشرطة بتدور عليه، ولكن إيدي بيقول له إنهم مش هيبعدوا عن بعض تاني. فبيتأثر فينوم وبيقول له إنه بيحب وجوده معاه، وبياخدوا إيدي معاه للشاطئ علشان يحقق أمنية فينوم. وبيقرروا إنهم يكونوا أبطال خارقين وبيحاربوا الشر. لو عجبك الفيديو بقى متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية إن شاء الله.